السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. جيت نشارك معكم هاد الطورطه اللي كتجيب الليمون رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله باش ما نطولش عليكم البنات. ندوزو المقادير. عندي نص كاس ديال السكر حبيبات، كاس مع مرجع البنات، وانتم اللي تيبغي الحلاوه يزيدها. عندي نص كاس ديال الزيت، عندي العصير ديال جوج ليمونات عصرتهم وصفيتهم البنات، ضفتهم داروا لي عبار كاس العنبه. وعندي هنا القشر ديال الليمونه البنات حكيته باش ننكه به. وعندي واحد جوج بيضات كبارات وقرصه ديال الملح لتصحيح الذوق. عندي هنا الدقيقه البنات جوج كيسان ونص ديال الدقيق. وعندي واحد الساشيه ديال الخميره فيها 16 غرام. هنا دزت الاناء يا البنات، درت معكم دوك جوج البيضات وحركتهم مزيان حتى خلطتهم. ضفت لهم داك السكر حبيبات، وضفت لهم داك القشر ديال الليمون اللي درت، ونزيد عليهم داك نص كاس ديال الزيت البنات حتى تنطربهم مزيان. باش نخوي داك الكاس ديال العصير ديال الليمون، نخوي هكا تجي الكيكه ساهله البنات واقتصاديه وفي متناول الجميع. وتنبدا نخلط البنات وتنضيف الدقيق. راني عابره صورته معكم البنات، راه معبور، قلت لكم هزت معايا جوج كيسان ونص، وتيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيتشرب ولا ما كيتشربش البنات. انا القياس ديال جوج كيسان ونص اللي عبرت بعبار كاس العنبه حتى نخلط هذا تيولي عندي هذا القوام كما كيبان لكم على هذا الشكل. وصافي هنا دزت البنات حتى كملت. ندير ديك الخميره انا حتى للتالي، ضفتها في داك الخليط، داكشي اللي تبقى ليا ضفتو كما كيبان لكم القوام على هذا الشكل هذا. كتبان لك ديك تركب رقم 8 تتبان. ونجي واحد السباتول نخلط مزيان من حيت دوك التكتلات ديال الدقيق ما يبقاوش عندنا لتحت. وهنا تنخوي ديك الخميره ديال 16 غرام وتنخلي واحد المعلقه ديال الدقيق باش نخلطها البنات، هي باش ما نهبطش داك الخليط اللي عندي. تنخلي الخميره البنات حتى للتالي، وانتم تيبقى لكم الاختيار. انا كتعجبني نخليها حتى للتالي باش ما نهبطش ليها الهواء ديالها. ونديرها في المول. عندي هاد المول البنات اللي كيتحل دا غبرته درت فيه الزبده وغبرته بالدقيق باش ما نطولش عليكم. وضفت فيه داك الخليط اللي عندي، والفران راه شاعل البنات. تندخلها ليس على شعلته ودخلتها على عافيه مهيله. هنا البنات طابت كتجي كي الجينواز، جات رائعه على في الشكل ديالها وجات رطبه. وهنا البنات راه كنسقيها هذه اما بالحليب اما بالعصير الليمون. انا عندي الحليب ضفت هي سخونه البنات، كنضيف داك الكاس ديال الحليب ديال عبار كاس العنبه، كاس الى ربع ديال الحليب. تنسقيها مزيان تنقبها بواحد الفرشيط تتشرب لي داك الحليب كاع اللي عندي كما كيبان لكم هنا في الصوره. كيبان لكم راه الحليب زايد عليها، راه كنتقبها بفرشيطه البنات كتشرب لينا كامل داك الحليب اللي عندنا. وكتجينا ديك الكيكه بحال الجينواز، كتجي رائعه البنات. كتجي حتى نكمل داك الكاس اللي عندي، كنبقى نخوي حتى تيكمل كما كيبان لكم هنا. راه خويته وتديروا فيها ثقوب كما كنبين لكم. انا راه درتهم من قبل. وندوز معكم الكريمه نحضرها البنات بالحليب. هنا عندي في الكريمه عندي واحد نص لتر ديال الحليب، وتنضيف ليه واحد 4 المعالق ديال السكر حبيبات. وانتم تيبقى لكم لا الحلاوه اللي تيبغي الحلاوه بزاف يزيد واحد المعلقه. وتنضيف واحد جوج معالق ديال النشا كبارين البنات في هذا الخليط اللي عندي ديال هاد الكريمه اللي درت. واحد الفاني لتصحيح الذوق. وتنخلط بارد في بارده البنات باش نضيفو فوق البوطه ونخلط هنا حتى تيحيد دوك التكتلات، باش من نضيفو فوق البوطه ما يتحرقش لي داك السكر اللي درت. وانتم هنا تبقاو تحركوا كديروا على عافيه ميله حتى تحسوا داك القوام تقال البنات كما كيبان لكم هنا في الصوره. هنا راه وجدات عندي ديك الكريمه البنات بدات تتقال ليا، نحيدها من فوق البوطه نطفيها. ونجيب واحد الحك ديال ياغور اي نكهه بغيتو. انا درت النكهه ديال البنان وانتم تيبقى لكم الاختيار. ودرت واحد ربعه الشوكولا حتى ل5 ديال كالا تعطينا واحد النكهه لهاد الكريمه كتجي غزاله البنات. هاد الكيكه ديال الطبقات درت فيها جوج طبقات البنات، طبقه بالكريمه وطبقه بالليمون. هنا البنات بعد ما تبردات لي الكيكه ديالي تنجي نخوي ديك الكريمه ديال الليمون ونديرها في الثلاجه حتى تبرد لي واحد شويه. ونحضر معكم الكريمه ديال الليمون البنات. هنا كنضربها شويه باش ما يجيش عندي داك السيرك اللي عندي اللي يتحل يجي مفاوت. هنا عندي 4 المعالق ديال السكر حبيبات، كاس ونص ديال العصير ديال الليمون كما كيبان لكم صفيته، جوج ساشيات ديال الفلو ديال الشينوا. وتنجي في واحد الكاسرونه ديالي تنضيف دوك كاس ونص ديال العصير ديال الليمون، دوك 4 المعالق ديال السنيده. وهنا البنات راه تنضيف
داك الفلو تاع الشينوا داك ديال الدرهم تندير زوج هنا باش يعقد لي ديك الكريمه ديال الليمون. وكنكها البنات معد من نديرها فوق البوطه، تندير داك لازاروم ديال الليمون باش يعطيني اللون. هنا البنات راه تنضيف بارد في بارد، هي اللي تنديرها فوق البوطه. تدير هاد الكريمه رقيقه ديال الطبقات في الفوق، تتجي غزاله البنات. هنا البنات حتى نخلطها مزيان بارد في بارد. وهنا عندي ديك النكهه ديال الليمون، لازاروم ديال الليمون، وتما تيبقى لك الاختيار، ممكن تكتفيو عا بالفلو. حنا ترى وجدات عندي البنات، تنخليها ما تنطيبهاش، وجدات عندي وجبتها بعد ما عقدت ليا شويه، تنديرها هي الاخرى، تنحرك مزيان باش تعطيني داك اللون ديال الليمون البنات، وتعطينا المذاق واللون. وهنا باقا عندي البنات هكا جاريه، رديتها فوق البوطه شويه تعقد ليا، نبقى نحرك مزيان حتى تعقد. تحسوا بها تقال لكم داك القوام البنات، راه هي ما كتعقدش بزاف، راه حتى تطفيو عليها البنات هي اللي تتعقد. كنخليها انا شويه جاريه، فاش ديرها في الثلاجه تدير. هنا البنات راه مشى لي داك المقطع، هنا راه درتها ودرتها بردات، خليتها حتى 3 سوايع في الثلاجه. هنا راه جات العشيه البنات، نصور لكم بالليل غير بين نحيدها من داك السيركل، نحيدها من الكونجيلاتور حتى الصباح ونكمل ليها التصوير. باش حيت التصوير كما كيبان لكم في الليل ما كيعطيش الحق ديال الطورطه كيما كتجي الشكل ديالها. درت لها واحد التزيين بسيط غير بالكوكو شرائح ديال الليمون. هنا البنات مشى لي داك المقطع ديال التزيين. هاد التزيين درتو بسيطه البنات ورائع. نتمنى الطورطه تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش بواحد التعليق وبواحد الجيم. وتنقول البنات شكرا على المتابعه، وشكرا وتبارك الله عليكم. نتلاقى في فيديو جديد، ولا بقيتي حتى لهنا اختي ما تنسينيش واحد البصيمه، وشكرا.